وكنا قايلين فيها ايه لما نقفل التليفون وقت الموضوع ده، ولسه قايلين ان لبسها حتى وقت الحفلات بتاعتها مش حلو. يتقدم بلاغات ضد رحمة محسن بتهمة نشر المقاطع اللي كل الدنيا بتدور عليها دلوقتي على الانترنت. لكن الحقيقة مش هي اللي مسجلة، هي بتقول ان طليقها هو اللي مسجلها، هو اللي بتوزعها كمان بفلوس، وطلب منها 3 مليون جنيه حتى، ونزلت رسائل بكده. ده كلام برضو منها، محدش يعرف لسه او لحد لسه اتأكد منه خالص. والشعب المتدين بطبعه للأسف الشديد جدا في ناس منه برضو مش متدينة قوي، ومطلعين الترند بتاع رحمة محسن رقم 1 على مصر. تويتر، فيسبوك، تليجرام، كله بيدور على الفيديوهات بتاعت رحمة محسن. في كل الأحوال الفيديوهات دي لواحدة كانت متجوزة فعلا وجواز رسمي، حتى قسيمة جوازها نزلت. فما عملتش حاجة غلط، اللي عمل حاجة غلط هو اللي عايز يتفرج على الأفلام دي، أو اللي بينزلها بقى بعد كده أو يشيرها زي فيديوهات هدير عبد الرازق. والغلط الأكبر اللي صور الكلام ده وقتها. أي واحدة تشوف إن حد بيصور زوجها، يعني طبعا بيصور والكلام ده، تتوقف عن الموضوع فورا وتاخد الموبايل منه تكسره حتت. ما بالك بقى ان في ستات نفسهم بيصوروا، زي طبعا الواقعة اللي احنا شفناها بتاعت التسريب اياها اللي فات ده. اي زوج برضو محترم يلاقي الكلام ده ياخد الموبايل ويكسره. تكنولوجيا ملهاش امان.